تعملي ايه لو عيل قليل ادب وعمل لك صوره زي دي بالاي اي بالذكاء الصناعي وراح يبتزك بقى عشان يفضحك قدام اهلك واصحابك؟ انا هقول لك بقى على 3 طرق تثبتي بيها ان الصوره دي اصلا اي اي. فالصوره دي انا اللي عاملها بالاي اي. ازاي بقى نكشف عليها؟ اي بنت بقى ممكن يتعمل لها صور او فيديو في اي وضع انت عايزه. فشير لي الفيديو ده كتير خصوصا على جروبات العيله لان انا متارجت بيه اصلا الاباء والامهات. عشان اعمل صوره زي دي البنت فانا الاول محتاج صوره اصلا للبنت، فهنعمل وش البنت كمان بالاي اي. هروح لجيميناي بتاع جوجل هقول له عايز صوره بنت محجبه ميدل شوت صوره نص كواليتي عاليه لبنت مصريه 25 سنه لابسه حجاب وهي قاعده في مطعم. فطلع لي الصوره دي. نفترض بقى ان دي بنتك ومنزله الصوره دي عادي عندها. فجي شاب صايع ما ترباش خد الصوره دي ومش هيستخدم ادوات متقدمه ومدفوعه، لا حاجه مجانيه شات جي بي تي. اقول له يا شات جي بي تي انا عايز صوره لنفس البنت دي بنفس ملامح وشها وهي واقفه قدام البحر لابسه فستان صيفي اخضر وقصير فوق الركبه. فقام مطلع لي الصوره دي ويبدا يروح يبتزها. او لو واد صايع شويه وعارف تفاصيل عن البيت ويعمل لك صوره لنفس الاوضه بتاعتها بنفس التفاصيل زي دي مثلا وهي قاعده على السرير في البيت بتقرا وصوره تامر حسني ورا يعني، ويبدا يروح يبتزها. طبعا يا حاج نركز شويه، هو مش هيعمل لها صور بفستان، انا بس بوضح الفكره، هيعمل لها صور عريانه او صور فاضحه خالص. عشان نثبت بقى ان الصوره زي اللي انا عملتها دي معموله اي اي عندك 3 طرق. هقول لك على ال3 طرق والمواقع اللي تكشفها عليهم فيه. رقم 1 طريقه فيس سواب، بتنقل وش شخص على جسم واحد تاني والاي اي بيعمل ده 100%. فعشان نثبت ان الصوره دي الوش فيها مش متركب هنروح على موقع اسمه فيك ايمج ديتكتور مجاني، هنرفع له الصوره هيقول لك الصوره دي اتعمل عليها تعديل في الوش ولا لا. رفعت له الصوره قال لي لا. انا كده بقى قدام احتمالين، ان الصوره دي ما اتعملش عليها تعديل في الوش بس هي اي اي، او ما اتعملش عليها تعديل في الوش بس هي حقيقيه. الثانيه في الكشف وهي الميتا داتا. بص اي جهاز بيطلع صوره له بصمه خاصه في انتاج الصوره، ففي مواقع بقى بتعرف تقرا البصمه دي في الصوره عن طريق قرايه تفاصيل الصوره. ونروح على موقع اسمه فوتو فرنسي استخدموه في التحريات الجنائيه. هنرفع الصوره ونختار ميتا داتا، هيجيب لك تفاصيل كتير قوي. تنزل عند المصنع تلاقي كلمه شات جي بي تي يبقى الصوره دي معموله اي اي. بس برضو الطريقه دي مش مضمونه 100% لان لو واد صايع هيعرف يلعب في الميتا داتا بتاعت الصوره وهيغيرها او يحذفها، فمش هنعرف اصلا الصوره متصنعه بايه. نلجا للحل الثالث وهو استخدام التحليل الطيفي للالوان في الصوره. هشرح لك. الصوره الطبيعيه اللي متاخده من الكاميرا او التليفون بتقرا البكسلات بتاعت الصوره طبيعيه. الاي اي بقى بيغلط، الصوره بتبان حلوه بس لما تيجي تحلل الالوان بتاعتها بتلاقي فيه غلطات. نشوف تحليل الالوان برضو على موقع فوتو فرنسيك. هتختار اي ال اي هتلاقي الصوره اتحولت كده. بص في جابس بقى هنا لونها ابيض فراغ، مع ان الصوره الحقيقيه ما فيهاش فراغ. دي كده معموله اي اي. هيجي واحد يقول لي ايوه يا هاني الطريقه دي عايزه حد فاهم في الاي اي والالوان. باشا انا هقول لك موقع واحد بس هو بقى بيقرا الميتا داتا ويحلل وكل حاجه وهو بيجاوبك يقول لك الصوره دي اي اي ولا لا، ولو اي اي يقول لك متصنعه بايه. هنروح على موقع اسمه هايف مودريشن وهنرفع له الصوره هيقول لك يس. قال لي ان الصوره دي بنسبه 99% اتعملت اي اي. لي شات جي بي تي 99%. لما تتعرض لموقف زي كده انت او بنتك على طول تبلغ مباحث الانترنت وده رقمهم. المواقع كلها مجانيه، ولو عايز اسامي المواقع ولينكاتها سيب كومنت والاي اي ايجنت بتاعي المعلم بيومي هيبعتها لك في رساله. الفيديو الجاي بقى هقول لكم لو بنت اتنشر لها صور فاضحه ازاي تمسح الصور دي من على النت. فلايك فولو شير. كان معكم هاني شاكر حسن شحاته.